مين فينا ما سمعش عن شارع النبي دانيال وعن قصصه الكتيرة ما بين مقبرة الإسكندر وشارع بيبلع الفتيات؟ تعالوا النهاردة هاخدكم في جولة مميزة جدا، هنعيش فيها ما بين الماضي والحاضر. هنشوف فيها عصور مختلفة كلها في شارع واحد، شارع النبي دانيال. ازيكم يا أحلى المشاهدين، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هفرجكم على شارع النبي دانيال بعد التطوير، والحقيقة ان الفيديو مدته صغيرة قوي بالنسبة لشارع مهم وتاريخي زي ده. انا هنا موجودة في اول الشارع ناحية محطة مصر، لان الشارع ده ليه كذا مدخل، واللي جاي اسكندرية عن طريق القطار بسهولة يلاقيه. في على اول الشارع هتلاقوا الماكت ده، وده عبارة عن تصميم عن الشارع والمنطقة كلها. الشارع ده تاريخه بيرجع لنفس تاريخ تأسيس مدينة اسكندرية، من أول ما جه الإسكندر وأسسها سنة 331 قبل الميلاد، عشان كده بيعتبر أقدم شارع فيها. اللي يعرف الشارع ده زمان كان كله باع جائلين ومحلات كده شكلها عشوائي جدا، لكن بعد التطوير كل ده اتغير تماما زي ما هنشوف دلوقتي. الشارع بقى جميل جدا كأنه قطعة من أوروبا. بعد ما دخلنا الشارع بنلاقي على ايدنا الشمال عدد من المحلات. معظم المحلات هي مقفولة دلوقتي، بتفتح على الساعة 11. انا هنا بصور لكم الشارع بدري علشان نقدر نشوف كل حاجة. والمحلات دي زي ما احنا شايفين كلها اخدت شكل جديد. بعد شوية هتفتح وهنشوفها بشكل تاني. عندنا برضو لسه مكملين في الحديد اللي قدامنا ده. لو وقفنا هنا وبصينا بتركيز هنلاقي ورا الحديد في جزء جميل قوي، ده جزء من مدينة اسكندرية القديمة. هتلاقوا هنا الارشز، هتلاقوا انفاق وجزء من شوارع المدينة كلها تحت الارض. واتقال كمان ان مقبرة الاسكندر موجودة هنا. لو عايزين حلقة لوحدها عن مقبرة الاسكندر وكل التفاصيل اكتبولي في الكومنتس، لأن الشارع ده هو أقدم شارع موجود في اسكندرية من وقت تأسيسها. الشارع ده كان مليان زمان بالصهاريج، عشان كده اتقال قصص كتيرة انه في ناس هنا كانت موجودة واختفوا فجأة او الارض بتلعتهم. ده بسبب زمان كان بيحصل هنا زلازل كتيرة، وبعدها كان بيحصل تخلخل في القشرة الأرضية وهبوط فجائي في الأرض. فمن وقت للتاني حصل هبوط في الأرض، وكانت بتنتج عنه حفر كتير، وأي حد كان بيقع فجأة في أي حفرة وقتها ما كانوش بيلاقوه تاني. لكن ده المنظر بعد التطوير، كله بقى بلاط، الأرضية كلها بقت بلاط. على الكورنر هنا بنلاقي حد بتاع عصير، وده ممكن تشرب عنده أحلى عصير فريش، عصير القصب المصري. على اليمين بنلاقي مسجد، هو مسجد النبي دانيال، وده بسببه الشارع اتسمى بالاسم ده، وده من أهم وأقدم المساجد اللي موجودة في اسكندرية، وبيعتبر واحد من أهم المعالم اللي موجودة في الشارع. اتسمى بالاسم ده علشان كان في عالم جه من العراق وقعد هنا في القرن الثامن الهجري، اسمه الشيخ محمد دانيال الموصلي. بعد ما مات الضريح بتاعه موجود هنا جوه المسجد. لو عايزين حلقة خاصة بيه اكتبولي تحت في الكومنتس. لسه مكملين قدامنا في مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، موجودة في شارع النبي دانيال. المباني دي كلها أثرية وتاريخية، وانت بتتمشى في الشارع بتحس ان انت ماشي في متحف مفتوح. المباني التاريخية والتراثية اللي موجودة في شارع النبي دانيال لوحدها حوالي 15 مبنى أثري، بالإضافة بقى للمحلات التجارية هنا بنلاقيها. وعندنا كمان المركز الثقافي الفرنسي، ده موجود على الناحية الشمال، وده اتأسس سنة 1886، يعني بعد مجيء الحملة الفرنسية اللي جت على مصر سنة 1798 بقيادة نابليون بونابرت. زي ما احنا شايفين الشارع ده كمان بيتميز بمحلات بيع الكتب،
سواء بقى هنا انتوا عايزين كتب جديدة او قديمة، كل انواع الكتب هتلاقوها هنا. واللي كان بيجي في المكان ده قبل كده واللي كان بيتمشى في الشارع، كان كلنا عارفين ان الشارع ده كان مشهور بمحلات بيع الكتب، لكن بعد التطوير المحلات اخدت شكل جميل جدا ومنظم. المحلات كلها هنا جنب بعض، كلها ليها تندة عشان تحميهم في اثناء الشتاء. زي ما احنا شايفين هنا هتلاقوا قصص وروايات، هتلاقوا هنا كل انواع الكتب، روايات، قصص، كتب مدرسية، كتب لغات مختلفة. هتلاقوا كمان اسعارها كويسة جدا. والمكان ده هو اشهر مكان تقدروا تجيبوا منه الكتب اللي انتوا محتاجينها. كل الجزء ده خاص بالمكتبات زي ما احنا شايفين، وفي منها كتير كان لسه مقفول، لان زي ما انتوا شايفين كده كان الجو مطرة جامد وما كانتش لسه فتحت، لكن هي في الغالب بتكون فاتحة وشغالة كل يوم. احنا هنا وصلنا عند تقاطع شارع فؤاد. احنا بنفضل مكملين في شارع النبي دانيال، تقاطع شارع فؤاد. وشارع فؤاد هو من اجمل واهم الشوارع برضو في اسكندرية. على ايدنا اليمين بنلاقي اوبرا اسكندرية، ودي من اقدم الاوبرا اللي موجودة، تاني اقدم اوبرا في افريقيا. وبعد كده لو طولنا بنلاقي المتحف اليوناني الروماني، وبعد كده المتحف القومي. كل ده عملت لكم عنه حلقات بالتفصيل. وبعد التقاطع بنفضل ماشيين، احنا هنا لسه مكملين في نفس الشارع، شارع النبي دانيال، الجزء التاني من الشارع. وبنتفرج بقى على الأبنية التراثية والعمارات اللي تم طلاقها ودهنها بنفس اللون، كلها لون متوحد. وحتى المحلات بنلاقيها اخده نفس الشكل، واليوفط بتاعتها مكتوبة بنفس اللون. بنلاقي أرضية الشارع كلها متناسقة مع بعض. كمان الشارع ده في الجزء ده خاصة بيتميز ببيع الأجهزة الكهربائية زي خلاطات، مكوة شعر، الحاجات اللي زي دي. والمحلات معظمها بتفتح الساعة 11 وبتقفل بالليل الساعة 10، وكمان يوم الحد بتكون قافلة. الجميل ان بعد التطوير ان كل المباني لسه محتفظة بشكلها القديم، هما بس رمموها ودهنوها كلها بألوان فاتحة، كلها نفس اللون. والأرضية كلها متبلطة باللون الغامق. آخر الشارع هنا موجود في المعبد اليهودي، ده أقدم معبد في اسكندرية، اسمه معبد إلياهو، وده أقدم معبد يهودي في اسكندرية، اتبنى سنة 1354، وكان خاص بالجالية اليهودية اللي كانت مقيمة في مصر. واسكندرية مشهورة بعدد كبير من الجاليات الإيطالية واليونانية، خاصة في عهد محمد علي، ومعظمهم مدفونين في مقابر اللاتين، وعملت لكم عنها حلقة قبل كده هتلاقوها هنا في القناة. قدامنا في نفس الشارع بنلاقي فيه جزء كده لسه ترميم شغال فيه، واخره في كنيسة المقروسية او كنيسة القديس مرقس، ودي اقدم كنيسة في افريقيا كلها، لان هنا كان البيت اللي عايش فيه القديس مرقس من سنة 61 ميلادية. زي ما شفنا بعد التطوير الشارع اتغير تماما. قدامنا المبنى اللي احنا شايفينه، المبنى ده لسه ما اتعملش، لسه ما ترممش. ده كان شكل الشارع كله والمباني كلها اللي كانت موجودة في الشارع قبل ما تدهن وقبل ما تترمم. شايفين بقى المبنى كان عامل ازاي؟ تخيلوا الشارع ده كان كله المباني دي. زي ما احنا شايفين الشارع اختلف تماما بعد التطوير، تحس ان هو قطعة من اوروبا. والجميل ان بعد التطوير تم الاحتفاظ بشكل كل حاجة زي ما هي. ودي تكون جولة سريعة في شارع النبي دانيال، شوفنا فيها الشارع بعد التطوير وشوفنا فيها معالم كتيرة تاريخية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتس، لو عايزين اي فيديوهات جديدة او اي اسئلة اكتبوها في الكومنتس وهرد عليكم. وانتظروا ان شاء الله حلقات تانية كتيرة في اماكن سياحية تانية في مصر. شكرا لمتابعتكم.